تعالوا نحكي عن جامع من الجوامع تاريخ القاهرة، جامع الأقمر. الجامع ده موجود في قلب شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويعتبر واحد من الجوامع القليلة اللي فضلت واقفة من العصر الفاطمي. اتأسس سنة 1125 ميلادية في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، واللي بناه كان وزيره المأمون البطائحي اسمه الأقمر، علشان واجهته زمان كانت مكسوة برخام أبيض بينور تحت ضوء القمر، وده اللي خلى الناس تسميه كده. الجامع ده كان نقلة فنية وقتها، لأنه أول جامع في القاهرة يتبني واجهته على نفس خط الشارع. المهندس عمل حركة عبقرية، بنى الواجهة موازية للشارع، لكن جوه الجامع نفسه متوجه للقبلة، يعني دمج ما بين الجمال والدقة. الواجهة فيها زخارف فاطمية جميلة، كتابات بالخط الكوفي، وفي النص نجمة كأنها شمس بتطلع من ورا السحاب. الجامع بسيط ما فيهوش بهرجة، بس فيه روح تانية باينة في كل مكان. مر على الجامع تجديدات كتيرة من العصور الأيوبية والمملوكية، ولما جت الحملة الفرنسية سجلته ضمن أهم الآثار. وفي العصر الحديث لجنة حفظ الآثار العربية رممته ورجعوا تفاصيله الأصلية من غير ما يضيعوا طابعه الفاطمي الأصيل. الجامع النهاردة قطعة نادرة من فن العمارة الإسلامية، وبيحكي قد إيه الفاطميين كانوا متقدمين في الفنون والبناء والزخرفة. مش بس مكان للصلاة، ده كتاب مفتوح من الحجارة بيحكي تاريخ القاهرة بشوارعها وأسرارها. لو عجبك الكلام ولسه معايا لحد هنا، فده معناه إنك من الناس اللي بتقدر التاريخ وبتحب تعرف أصل الحكاية، ولسه اللي جاي تقيل. أنا بنزل لك كنوز مدفونة من قلب القاهرة، حاجات مش هتسمع عنها في أي حتة. ولو فوتت الفولو دلوقتي فأنت حرفيا بتفوت على نفسك تاريخ بلدك. يلا دوس متابعة وتعال نكمل المشوار، لأن حكاياتنا لسه ما ابتدتش بجد.